تخيل الساحل الشمالي بعد 10 سنين من دلوقتي. أنا عايزة أقولك أنا شايفة المستقبل إزاي، بس خليني أحكي لك الأول على اللي حصل قبل كده. رأس الحكمة صفقة ب$35 مليار، وعالم الروم 30 مليار. دول 65 مليار دولار استثمارات في الساحل. إحنا لسه هنضرب الرقم ده في 50 أو أكتر عشان نحسبه بالجنيه، وبتتكلم في مساحة 190 كيلو متر مربع. المليار 1000 مليون واحد وقدامه 9 أصفار. أنت متخيل الرقم؟ بس اللي داخل هنا رأس مال سيادي مؤسسي. في راس الحكمة تحالف إماراتي بقيادة ADQ وشركة مدن الإماراتية، والاستثمار هنا هدفه مدينة عالمية مستدامة. في عالم الروم المستثمر الأساسي شركة ديار القطرية، والهدف منه مدينة ساحلية استثمارية. وفي أخبار جديدة بتيجي كل شوية عن استثمارات ضخمة بالحجم ده. اللي أنا شايفاه في المستقبل إن المدن دي هتبقى شكل جديد علينا، مدن جديدة استثمارية ساحلية سكنية، مدن عالمية وبتنافس حوالين العالم. أنا شايفة ديستنيشنز جديدة على البحر المتوسط فيها رياضات لكجيريس، بطولات تنس، ماتشات عالمية، فورمولا 1، اسطبلات خيل عالمية، جولف. دي مدن بتنافس على خريطة السفر، بتنافس مدن زي ميكانوس وموناكو. اللي أنا متأكدة منه بقى أن اللي يقدر يستثمر دلوقتي في راس الحكمة أو عالم الروم وما بيعملش ده هيندم أنه فوت على نفسه فرصة ما تتعوضش.